عامة بالنسبة للحية. نعم. ففيها جانبان، جانب الحكم الشرعي وجانب تعامل الناس اليوم مع هذا الموضوع. الحكم الشرعي هي محل خلاف بين العلماء. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد الأرجح في مذاهبهم تحريم أن يحلق الإنسان اللحية بالكلية بالموس بحيث لا يبقى منها شيء. الإمام الشافعي المعتمد في مذهب الشافعية الكراهة وليست التحريم. نعم. هذا من حيث الحكم الشرعي. بقي في الجانب الآخر التعامل الاجتماعي مع المسألة. عندنا تطرفان، تطرف قال الرب رب قلوب وإيش مسألة اللحية وشعر الدين ما يكون بالشعر، واستهتر بشيء هو من السنة. لا أقول يأثم لأن الإمام الشافعية يقولون أنه مكروه، لكن لا ينظر المسألة بالاحتقار والاستهزاء باللحى وأحيانا الاستهزاء بالسنة، وهذا خطر كبير. في المقابل الآخر أناس جعلوا دين البشر كله مقياسه وميزانه اللحية. نعم. فعلى قدر طول اللحية يكون التقوى، وعلى قدر قصر اللحية يقل التقوى، وإذا لم توجد لحية ضاعت التقوى، ما فيش إيمان. هذا خطر. بل الأخطر من ذلك أنه قد شاع بين العوام من الناس، حتى أجد هذا في مصر، أي أحد بلحية يقولون له ماذا؟ يا شيخ. هل اللحية تجعل الإنسان شيخا؟ بل بعض الناس مجرد أن يروا اللحية في شخص يذهبون يسألونه في دينهم ويأخذون بتوجيهاته لمجرد أنه لبى اللحية. اللحية إذا رباها الإنسان طاعة لله أو أبقى شيء منها أو أقام ولو شيء يسير من اللحية وبهذا يخرج من الحرمة، أو رباها على النحو الذي كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن يهذبها ينظفها يجعلها مرتبة. كان صلى الله عليه وسلم يمشط لحيته يرجلها يطيبها. بعض الناس يظن التدين قذارة أو بشاعة، تجد لحيته كبيرة ويتركها منفوشة، لا ينظفها لا يسرحها لا يهذبها لا يطيبها، فتعطي منظرا بشعا ويغضب إذا رأى الناس يستهزئون بعد ذلك أو يفعلون. لا، ينبغي أن تقام على السنة الشريفة. إذا فعل ذلك فهو حسن، لكن هذا لا يترتب عليه ارتباط بعلم، لا يترتب عليه ارتباط برقي أفضل من غيره في التقوى. فلا نستطيع أن نقول أن صاحب اللحية أتقى من حالق اللحية. صاحب اللحية أدى شيئا قصر فيه حالق اللحية، لكن قد يكون حالق اللحية أتقى، لأن الأولويات فيما يتعلق بالتقوى مختلفة. يعني حتى كان في بعض البلدان العربية عندنا، أذكر في سن صغير يخرجون إلى السوق، وكان البعض يعني يلتقي بالناس في السوق، فكانوا في دكان أو في متجر، فجاء أحدهم دخل ملتحيا، فكان هناك خلاف على البضاعة، فقال له ما شاء الله عليك يا مولانا الشيخ، يعني ربنا يكرمك صلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل الملتحي سكت يعني أحرج، قال أنت وشك كله منور وباين عليك عالم في الشريعة الإسلامية وشيخ كبير، أنت يعني أصلحت بيننا، ليه ما تصلي على النبي؟ قال له يا أخي أنا مسيحي. نعم، تصرف راقي من هذا المسيحي الذي جاء. نعم.